خبر جديد غريب من سوريا: انتشار الجرب داخل مشفى بالشام. والموضوع مو بس بين المرضى، حتى الكادر الطبي انصاب. يعني المكان اللي المفروض يحميك من العدوى صار هو العدوى بنفسه. الرواية الرسمية بتقول تمت السيطرة. طبعا هي جملة صرنا نعرفها، يعني خلص سكر الملف. طيب بالنسبة للجرب شو؟ الجرب أصلا ما مرض خطير وسهل العلاج، والوقاية مش صعبة أبدا. يعني نظافة شخصية، عدم مشاركة الأغراض، وغسل للملابس بشكل منتظم. يعني حرفياً شغلات بديهية. بس لما هي البديهيات ما تكون موجودة داخل مشفى، هون بتبلش المشكلة. لأنه إذا الوقاية الأساسية غايبة، ما عاد الموضوع مرض، صار أسلوب إدارة وبس. في قرار عم ينطرح هلأ بسوريا ما ضل حدا ما حكى عنه، وهي خصخصة المستشفيات الحكومية. الهدف المعلن تحسين الخدمة وجذب استثمار، وهذا منطقي نظريا. بس في شيء أساسي لازم نفهمه: القطاع الخاص ما بيشتغل على الخسارة. يعني لما تتحسن الخدمة الفاتورة بتتحسن معها. وهون المشكلة مو بالفكرة، المشكلة بالتوقيت. لما المواطن أصلا تعبان اقتصاديا وأي خدمة أساسية صارت حمل عليه، أي انتقال نحو نموذج ربحي بصير له معنى تاني على الآخر. السؤال مو هل القطاع الخاص بيقدر يدير مشفى، السؤال مين بيضمن أن المريض ما يتحول من إنسان لرقم. لأنه الفرق بين العلاج كحق والعلاج كخدمة تدفع ثمنها أكبر بكتير من مجرد فاتورة.